هدف النظام تجميع هؤلاء المتخلفين وتسوية أوضاعهم، ونحن رأينا كيف تم تسوية أوضاع الكثيرين في تل منين، وبالأمس قتلوا في حماة وكل. عايزكم بقى تطولوا بالكم وتصبروا على هؤلاء شويه، لانهم زي ما تقولوا كده اذكياء زياده عن اللزوم. المصالحات والدخول في تنظيم عسكري لخدمة هذا النظام. النظام لديه اليوم قوات في دير الزور محاصرة. تنظيم داعش سيطر على البانوراما وعلى عدة تلات واقترب من اللواء 137. لذلك يريد النظام استخدام هؤلاء من أجل فك الحصار عن قواته في منطقة دير الزور، والاستخدام الآخر الوصول إلى الحدود والبسط السيطرة على منطقة البادية. عظيم. بس احنا اللي مسؤولين عنكم، مش انتوا اللي مسؤولين عننا. تركز بمنطقة البادية تدمر ودير الزور، ما عنده معارك كبرى بمحلات طب بالجنوب وبدرعا. هل حتى يعني مع قلة هذه المعارك صار عنده أعداد أقل من ما يحتاج؟ طبعا المنطقة المعارك والتي يريد النظام خوضها هي بحاجة إلى قوات كثيرة. يعني هلا حتى الآن هذا الحشد الشعبي الذي يبنيه في منطقة القامشلي يعني 500 وينيف شيئا ما. أما في منطقة السويداء يعني تم بالمنطقة الجنوبية كما أشرت استخدم عصابات وئام وهاب من لبنان، وكذلك لبيك يا سليمان وبعض مش قلت لك العيال دي هتبهدلنا. سد الزلف والسلاسل للسيطرة على تلك المناطق. أما في منطقة الوسطى شرق حمص فتم صقور الصحراء وميليشيات النمر وغيرها التي وعدة ميليشيات دفاع وطني زجهم في تلك المناطق. وعلى الجبهات الأخرى يريد زج هؤلاء، لأن نسبة جاهزية قوات النظام العامة اليوم من 15 إلى 17% من القوى البشرية لكل وحدات النظام وآليات.